يا مساء النور والسرور والسعادة عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض سمك سنجاري مع رز صيادية، ان شاء الله هيعجبكم وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير للقناة. ويلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مكوناتنا اللي هنستخدمها في الوصفة بتاعتنا النهاردة. 8 فصوص ثوم، كزبرة، كمون، ملح، بهارات سمك، 3 سمكات كبار مغسولين كويس ومتنشفين. وبالنسبة بقى للخضار اللي احنا هنستخدمه معانا النهاردة في السمك السنجاري بتاعنا، بيكون 3 بصلات كبار، وكمان فلفل ألوان وجزراية وكزبرة خضراء وطماطماية. كل الخضار ده مفيد جدا طبعا للجسم زي ما انتوا عارفين، ومع وصفتنا كمان بيبقى طعمه حلو جدا. يعني ممكن تسيب السمكة وتاكلي الخضار اللي احنا عاملينه. اول حاجة قطعنا البصل مكعبات، بعدين قطعنا الفلفل برضو زيه مكعبات. طبعا كل الخضار اللي معانا هنقطعه بنفس الشكل علشان الخضار كله يكون مستوى واحد في التقطيع. على فكرة انت ممكن عادي، يعني لو حابة انك تعملي في الكبة برضو براحتك، بس انا حبيت ان اقطع كده التقطيع العادي. انا بحس ان هو ليه طعم بيكون احلى في الاكل. يعني الخضار لما بقطعه كده بالسكينة بحس ان هو ليه طعم في الاكل. فعادي دي على حسب رغبتك انت يعني. والطماطم انا بس عملت حباية واحدة لان انا عندي اولادي يعني بصعوبة بياكلوا الطماطم. بس طبعا انت لو حابة انك تزيدي على الطماطم حباية تاني عادي، مفيش مشكلة. على فكرة حلوة وبيبقى طعمها حلو خالص في الوصفة بتاعتنا دي. وبرضو شوفي بقطعها برضو مكعبات نفس تقطيعة البصل والفلفل على نفس الشكل ونفس المستوى بتاعها. جبت المبشرة العادية خالص وخدت الجزراية وبشرتها بشرة ناعمة جدا. وبعدين جبت الخضرة برضو اللي هي الكزبرة الخضراء، ابتديت اقطعها برضو. قطعتها ناعم شوية، يعني محتاجة انها اصلا تفرميها كويس بالسكينة، لان يعني احسن انها تكون مفرومة بالنسبة للكزبرة. وهنا انا جبت المدق بتاعنا او الهون، وحطيت فيه الثوم وحطيت فيه والكزبرة والملح والكمون وبهارات السمك. طبعا كل ده انا حطيته في الهون. على فكرة انت ليكي حرية الاختيار، ممكن طبعا تعمليها في الكبة، بس انا بحب بخلطة السمك او تتبيلة السمك في الهون، بيبقى ليها طعم تاني جميل جدا. طعم الثوم والتتبيلة بيبقى حلو جدا في الهون. وهنا عصرت نص ليمونة لان الليمونة كانت حباية كانت كبيرة، فاخدت نصها بس وعصرتها. وده الخضار اللي انا قطعته في الاول، بس ضفت ليمونة مقطعة حلقات مع الطماطمية والكزبرة والفلفل الالوان والبصل كمان والجزراية المبشورة. ده اللي احنا قطعناه مع بعضنا في الاول. وكمان الطبق الصغير اللي هو ده فيه التوم وتتبيلة السمك اللي هو الكمون والكزبرة وتتبيلة السمك والملح مع بعضيهم اللي انا عملتهم في الهون. جبت بولة وجبت الخضار اللي انا كنت مقطعاه كله نزلته في البولة مع بعضيه بس كده، وابتديت اقلب الخضار كويس. وبعدين حضرت التتبيلة اللي كنت عاملاها في الهون اللي هي الثوم والكمون وبهارات السمك والكزبرة والملح والليمون. كله ده اللي انا كنت عاملاه مع بعضيه في الهون. وابتديت احطه مع الخضار واقلبه كويس عشان ياخد من طعم الثوم والبهارات. وكمان معلقتين من الزيت ضفتهم. وابتديت اجيب الصينية واحط فيها معلقتين زيت، واوزع الزيت كويس في الصينية كلها عشان السمك لما احطه في الصينية ما يلزقش فيها. بس كده. وانا كنت محضرة في الطبق طماطمايه حلقات وبصلايه حلقات وليمونة برضو حلقات. كل ده انا بفرشه في الصينية من تحت عشان احط عليه السمكة. الخضار ده او البصل والطماطم والليمون ده بيبقى طعمه جميل 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 لما بيطلع من الفرن. ويلا بقى يا حبايبي، لو لسه بتسمعوا الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش اللايك وتعليق جميل زيكم. بس كده. ودلوقتي انا هضيف معلقة صلصة مع التتبيلة اللي انا كنت محضراها بالخضار مع بعضيها، معلقة صلصة كبيرة. وهقلبها برضو وهقلب الخضار مع معلقة الصلصة كويس جدا
وبالنسبة لليمون والطماطم والبصل اللي في الصينية أنا كنت رشيت عليهم رشة ملح وكمون وكزبرة. طبعا السمك السنجاري يا حبيبتي لازم يكون مفتوح من ظهره، هو كده السمك السنجاري. طبعا أي نوع سمك انت بتفضليه لازم، لو هتعمليه سنجاري لازم تفتحيه من ظهره، وتنشفي السمك كويس قبل ما تتبليه. وتبل السمك كويس جدا عشان طعم اللحم لما بياخد من التتبيلة بيبقى طعمه جميل جميل جميل. وكمان بعد ما تتبلي السمك ممكن تسيبيه يعني نص ساعة في التتبيلة وهو في الصينية طبعا، بيدي طعم وريحة للسمك رهيبة جميلة جدا. كده تبلت السمكة التانية أنا ورشيت عليهم شوية زيت خفيفة كده، وسبته طبعا قد نص ساعة قبل ما احطه في الفرن. وهنا كنت بحضر اعمل الرز الصيادية بطريقة سهلة وسريعة. حطيت معلقتين من الزبدة وشوية زيت، وكنت محضرة البصل مقطعاه مربعات، حطيته مع الزبدة وحمرته شوية لحد ما جاب اللون البني اللي هو اعلى من الذهبي شوية، ده اللون المطلوب للرز الصيادية. قلبته، وانا هنا كنت طبعا محضرة معلقة صلصة كبيرة، حطيتها مع البصل وهو بيتحمر وقلبتها كويس جدا مع البصل والزبدة. وكنت طبعا جايبة الرز المصري وغسلاه كويس، وانا هنا ضفت الرز مع البصل. بعدين هبتدي ان انا اقلبه كويس لحد ما يوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها في اللون والتحمير الرز نفسه. بس كده، وابتديت ان انا احط البهارات اللي هي بتكون فلفل اسود، ملح، بهارات سمك، كزبرة، كمون. كله ده انا بضيفه على الرز، وببتدي ان انا اقلب شوية كتار برضو لحد ما البهارات تندمج مع الرز يعني، ويختلطوا ببعض كويس جدا. وهنا كنت محضرة المية طبعا عشان احطها على الرز. بالنسبة للرز الوزن اللي معانا كان كيلو الا ربع رز. معاه المية اللي ضفناها لتر مية. تمام. بس كده، وابتديت ان انا اقلب الرز بتاعي كويس، وغطيته وسبته على نار هادية زي الشمعة كده بعد ما غلى الاول. اهم شيء الرز يغلي الاول وبعدين بوطي عليه. بس وده شكل الرز الصيادية بأسهل طريقة. ليه كذا طريقة تاني برضو مختلفة، بس انا بحس ان دي يعني طريقة سهلة وجميلة وسريعة وجميلة جدا وريحتها حلوة. الرز ريحته بتبقى جميلة جدا، وكمان ريحته مع السمك الرز ما شاء الله بتبقى ريحته جميلة جدا. جربوا الوصفة او الاكلة هتعجبكم ان شاء الله. بس ملحوظة يا بنات بالنسبة لتسوية السمك، لو السمكة معاكي كبيرة بتاخد وقت في الفرن 25 دقيقة. بعدين بتطفي الفرن من تحت وبتفتحي الشواية لحد ما توصل للتسوية المناسبة اللي انت عايزاها. طبعا ده بالنسبة للسمكة الكبيرة. لو السمكة الصغيرة أو يعني سمكة وزنها أقل من السمكة الكبيرة مش هتاخد وقت زي السمكة الكبيرة. طبعا لا، مش هتاخد وقت خالص، هتبقى وقتها بيكون أقل من السمكة الكبيرة. ويا رب تكون وصفتنا عجبتكم يا رب، وتكون سهلة وبسيطة عليكم. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، والوصفة كمان خلصت. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.